نصايح لتحصلوا على بشرة كارثية مليانة عيوب، مليانة حبوب، ومليانة تصبغات. أول نصيحة، إذا عم تستخدموا مقشر فما تستخدموا نوع واحد، لا استخدموا نوعين ثلاثة، واعملوا تشكيلة. يعني مثلا الصبح سكراب يعني مقشر فيزيائي، والمساء مقشر كيميائي، وهيك تجدد البشرة بشكل أسرع وبتصير مليانة حروق، حبوب، عيوب، تصبغات، والجفاف ما تسألوا أبدا. النصيحة الثانية، تفتحوا تيك توك، انستغرام، وين بتشوفوا وصفة منزلية مخباينها عنكم أطباء الجلدية وبتوفر عليكم فلوس، مباشرة بتنفذوها. أول ما بيخلص الفيديو بتقوموا بتنفذوها. نشا مع مية ورد، قهوة مع زيت، لأنه كتير مفيدين للبشرة. النشا كتير بجفف البشرة وبيعطيكم هيك إحساس مثل حرقة وإحمرار جدا لذيذ ممكن تتخيلوه، بالاضافه لانه القهوه بتحرض لكم الافرازات الدهنيه وبتطلع لكم حب شباب. شو بتكون احسن من هيك؟ ثالث نصيحه، ما تغيروا من نمط غذائكم ابدا، وخاصه اصحاب البشره المختلطه للدهنيه واللي عم يستخدموا علاجات لحب الشباب. بتخلوا التشيبس والشوكولا والبهارات او التوابل شيء اساسي بحياتكم، ومنخفف شرب مي قد ما فينا، وخاصه هلا بالصيف لانه ما بدنا هايدريشن ابدا. وهيك رح بتفيدوا بشرتكم بطريقه مرعبه، رح نزيد الحاله الالتهابيه، رح نزيد من الافرازات الدهنيه، ورح نزيد من الحبوب. وهذا اللي بدنا اياه، صح؟ رابع نصيحه، ما تستخدموا الواقي الشمسي ابدا، واللي بيقول لكم لازم تستخدموا الواقي الشمسي كل ايام السنه بتعملوا له سكيب مباشره، لان هيك رح يمنعكم من انكم تستفادوا من اشعه الشمس باكبر قدر ممكن، ورح يمنع من انه يصير ببشرتكم كلف، نمش، تصبغات، وتجاعيد، لان من الاسباب الرئيسيه لشيخوخه الجلد والتجاعيد هي اشعه الشمس، فانتبهوا كثير منيح.